السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم دمان أصحابتي ku xiran kanaalka. Waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa inuu naga aqbalo acmaasha wanaagsan insha Allah. Telefishinka dawladda ee dalka Bahrain ayaa wada barnaamij saameyn ballaaran ku yeeshay dunida oo dhan, kaas oo loogu magac daray Anta Kafo. Barnaamijkan oo si taxana uga baxa TV-ga bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa loogu talagalay in lagu mahadnaqo laguna sharfo dadka abaalka u gala bulshada. barnaamijkan oo laga yaabo qofka daawada inuu u fahmo inuu yahay sheeko la sii og yahay, laakiin xaqiiqo ah ayaa qofka oo aan sii ogeyn loogu yeeraa hawl caadi ah oo uusan ka shakinayn. laakiin markii uu goobtii lagu casuumay yimaado, waxaa looga yaabinayaa ficilo iyo hadallo isaga loogu abaalgudayo oo aanu filayn. waxaan maanta soo qaadanaynaa xalqad ka mid ah xalqooyinka barnaamijkaas oo runtii aniga aan aad uga helay, adinkan aan rajeynaya inaad ka heli doontaan insha Allah. muuqaalkan oo la baahiyay 4tii bishan Abriil waxaa lagu abaalmariyay Khaliil oo ah nin oday ah oo degmada uu degan yahay caan kaga ahaa samafalka, korinta iyo daryeelka agoonta. Khaliil oo dadku ku naanaysaan aabaha agoonta, waxaa lagu casuumay barnaamij TV oo loogu sheegay in lagu tijaabinayo gaari cusub. gaarigaas oo ah kan uu wato inta uu barnaamijka socdo. laakiin gaariga ayaa lagu dhex rakibay kaamirada qarsoon iyo shaashada gaariga oo lagu xiriiriyay TV-ga. markii uu cabaar socday, waxa uu la kulmay arrin aanu filayn, kana oohisay isaga iyo cid kasta oo daabatay barnaamijkaba. saaxiibayaal, aan wada daawano barnaamijkan. دعينا نضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره. كل السيارات تتحرك. يلا شباب نسكر الشارع. الحين دخلوا الشاشة. يلا الشاحنة. تبديل الإعلان. دراي الشباب. الحين البنات. نرحب فيكم مستمعينا. بطل جديد نعرفكم عليه في حلقتنا اليوم، واللي يميز هالحلقة أن البطل يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. الأستاذ خليل أو أبو الأيتام مثل ما يحبون ينادونه أهل قريته، استحق اللقب كون الأب الروحي لكثير من الأيتام اللي تكفل فيهم ورعاهم ماديا ومعنويا. خليل هو الأخ الأكبر في العائلة، يعني هو الكبير في العائلة. اعتمد اعتماد كلي على نفسه في بداية حياته، إلى الحين ما شاء الله أنه يعتبر من أفضل المهندسين في البحرين في مجال عمله. أنا عارف أنه هو من داخل
ما في ألطف منه، ما في أحنن منه، حنون. إنسان جدا طيب حنون. أول ما افتتح الجمعية كان يبي يحرص أنه يغطي جميع مناطق البحرين وجميع الفئات، ما في فرق بين لا بين جنسية ولا بين ديانة ولا بين كل الأطياف في البحرين إحنا نساعدهم. كانت الجمعية طبعاً خاصة بمساعدة الأسر المتعففة، بس هو في 2015 قرر أنه يصير قسمين عنده، الأيتام والأسر المتعففة. علاقة أبو أحمد مع الأيتام علاقة أب روحي، يعني ما يحسسهم أبداً أن أنا رئيس جمعية، أنا في فروق ما بيننا. ينزل معانا لما نروح مثلاً الملاهي يكون معانا على طول يلعب معاهم. الأستاذ خليل ينظم لنا فعاليات نحن الأيتام، فعاليات ثقافية، علمية، أدبية. سووا لنا مثل ألعاب، مثلا سووا لنا فعاليات، أعطونا هدايا يعني شيء. وحتى يقول لهم لا تنادوني أنا رئيس جمعية، نادوني بابا خليل، يعني جدا ما في حاط حدود ما بينه وبين الأيتام. كان واحد نعرف مثل الولادة مثلا، نفس هذا الشعور ما بين الأب والابن. يعني هو من قبل يهتم في مساعدة الناس واليتامى والمحتاجين قبل لا يكون في جمعية. دائما يقول الله يطول في عمري، وقبل الله ما ياخذني من هالدنيا اني انا ابي احقق السعادة لجميع الناس، وابي احقق السعادة للايتام. الشخص الوحيد دائما اسمعه يقول لا تنسون يا بناتي، كرسوا حياتكم في العمل الخيري، وفعلا نشوف نتائجه في حياتنا الخاصة. هدف الأستاذ خليل إنه ما يتم يتيم غير سعيد، أو يتيم يشعر للحين بحاجة إلى رعاية أو سند في حياته. شكراً أبو أحمد على عطائك المستمر، شكراً لأنك أنت أبو الأيتام وإحنا نتعلم منك وايد أشياء. أستاذ خليل، ما أقدر أعبر عن شكري وحبي وامتناني إليك ببعض الكلمات، لأن ما شاء الله أنت سويت أشياء واجد راح تخلد في ذاكرتي وما راح أنساها بإذن الواحد الأحد. شكرا على كل شيء سويته لنا، وأتمنى تسوي أكثر وأكثر في الأيام الجاية. أشكرك أستاذ خليل من كل قلبي، لأنك أنت تونسنا وتونس كل يتيم ويتيمة، وتخلينا نشجع حق تفوق وننجح، وأحبك واجد واجد واجد. واليتامى ده يستاهلون أكثر وأكثر. أنا صراحة ما أستاهل، أنا ما أستاهل. رب العالمين هو الذي أكرمني، أنا ولا شيء، كله من عند الله سبحانه وتعالى. هو شعور لا يوصف أي إنسان إذا الواحد يعني يحس الناس يقدرونه يحبونه، هذا دافع لكل واحد. شكرا لكم واجد واجد صراحة. أبو أحمد أنت كفو. أبو أحمد أنت كفو. خليل أنت كفو. أستاذ خليل أنت كفو. بابا خليل أنت كفو. الأستاذ خليل أعطانا درس في التواضع وبذل الخير بدون مقابل، وعلمنا إنهم مفاتيح لكسب قلوب الناس ومحبتهم، واسمه بيتردد في دعوة كل يتيم مد له يد العون. خليل
أنت كفو.